السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعضنا وصفة ان شاء الله هتكون سهلة عليكي وهتعمليها وتطلع معاكي نفس النتيجة زي ما انت شايفاها في الفيديو كده. احنا هنعمل النهاردة ميكس كده ما بين الفطير والرقاق. الشكل قدامنا كده زي ما انتوا شايفين ان هو رقاق، لكن لما تيجي تفتحي الطبقات هتلاقيها من جوه طبقات متورجة زي الفطير. طعم بصراحة طعم الفطير بس أخف. الفطير بيبقى دسم عن كده وأتقل من كده وفيه مادة دهون أكتر من كده، فبيبقى تقيل معانا عن الشكل اللي انتوا شايفينه كده، وطعمه تقيل خالص عن كده. لكن ده هتلاقيه طعم مقارب لطعم الفطير، بس في نفس الوقت الخفافة والهشاشة كده وخفافته في الأكل وانت بتاكليه. نفس الرقاق طري ومورج، وان شاء الله هيطلع معاكي مظبوط لو مشيتي معايا على المقادير بالظبط. انا هنا بستعمل دقيق لجميع الاغراض. دقيق عادي ابيض، دقيق الفينو. معايا نص كيلو، او ممكن تستخدمي الكمية اللي تحبيها، كتري في الكمية. بصراحة النتيجة خيال. النص كيلو معايا هنا يعادل معايا 4 كوبايات من كوبايات الشوب، اللي هي كوبايات العصير زي ما انتوا شايفيها. بضيف عليهم ذرة من الملح، وبضيف معلقة صغيرة من السكر زي ما انت شايفه معايا كده في الفيديو. تابع معايا الفيديو الخطوات بالظبط عشان تطلع معاكي نفس النتيجه. معايا هنا الدقيق، كميه الميه على حسب نوع الدقيق. في دقيق معانا بياخد سوائل كتيره، وفي دقيق ما بياخدش معايا سوائل كتيرة. انا هنا الدقيق اللي معايا اخد مني كوبايتين من الميه. المية هنا معايا دافية، لو تلاحظي مية انا مدفياها. المية الدافية دي بتساعد ان العجينة معايا لما اجي ان انا افردها تتفرد معايا بسهولة، ما تتقطعش مني، وتبقى سهلة معايا في الفرد. وبعد التسوية تفضل محافظة على الطراوة بتاعتها. هنا ده كده سر ان يخلي معاكي الرقاق يقعد معاكي يومين وثلاثة واربعة بنفس الطراوة، ما ينشفش. المية الدافية، لما تحطي مية دافية زي كده وتعجني بيها هيخلي معاك الرقاق طري لمدة أطول. بعد ما عجنت هنا كويس، عجنت العجينة خدمتها كويس. هنا ضفت معايا معلقتين من الزيت، أي نوع زيت ما يكونش ليه ريحة. بعجن معايا العجينة تاني كده، بلمها كويس، باخدها على الرخامة كده وبعجنها تاني كويس. شايفة العجينة معايا طرية ازاي؟ بعجن فيها، وعلشان خاطر ما تتعبيش من كتر العجين وكده، ان انت تعملي ايه؟ بتعجني معاكي العجينة دقيقتين وبتريحيها 5 دقايق. تعجني فيها دقيقتين وتريحيها 5 دقايق. كده بتعمل معاكي، بنفعل مادة الجلوتين اللي جوه الدقيق، وبتعمل معاكي عرق. بتخلي الرقاق بعد كده طري معاكي، وتقدري ان انت تفرديه ما يتقطعش منك او يتبهدل. هنا بعد ما عجنتها كويس وريحتها كمان نص ساعة، ببتدي اقطع عندي العجينة كده، قسمتها نصين وقطعت عندي العجينة كده لقطع صغيرة، وببتدي اكورها بالشكل اللي انت شايفاه ده. بكور هنا العجينة بالشكل ده، وبحطها على صينية فيها مسحة من الزيت، وبريحها شوية تاني. كل ما العجينة ترتاح معاكي كل ما تتفرد معاكي بكل سهولة، ما تتقطعش معاكي خالص. هنا حجم الكورة 600 جرام. انت ممكن تقللي عن كده حجم الكورة، او تزودي عن كده. هي حجم الطماطمية كده زي ما انت شفتيها معايا يعني. بكور هنا الكمية كلها. كملي معايا الفيديو وان شاء الله الطريقة هتعجبك، وطريقة سهلة جدا ومبسطة، والطعم في الاخر حكاية والله.
شايفين هنا معايا مسحة بقى من الزيت، بمسح بيها وش العجينة، وبسيبها كمان تريح نص ساعة تاني، نص ساعة، تلت ساعة يعني. كل ما بتسيبيها كل ما بتديكي نتيجة أحلى. هنا مادة التوريق اللي أنا هدهنها في العجينة عشان أورق بيها العجينة عشان تطلع معايا الطبقات زي ما انتم شفتيها. معلقتين من الزيت ومعلقتين كبار من السمنة البلدي، ومعايا ربع كوباية من الزبدة الطرية. هنا الزيت بيدي خفافة للعجين، السمنة البلدي بتدي طعم، تطعيمة حلو خالص كده وطعم حلو خالص للقمة الرقاق وانت بتاكليها. الزبدة هنا بتخلي طبقات معانا، تنفخ معانا كده، وبتخلي طبقات مورقة، وفي نفس الوقت بتدي طراوة حلو خالص للعجين. زي ما انت شايفه معلقه واحده كده بفرد معايا كوره من العجين اللي انا فردته، ومعلقه واحده من خلطه التوريق اللي انا عملتها، وبدهن بيها العجينه زي ما انت ما شايفه كده، وبحاول الم العجينه تاني كده وبكورها بالشكل ده. هعيد معاكي نفس الخطوات تاني علشان تتاكدي ان هي ايه سهله وما فيهاش اي تعقيدات خالص. طريقة مبسطة جدا وان شاء الله ايه تطلع معاكي بنفس النتيجة. بفرد بنفس الطريقة، مش لازم ان هي تتفرد معايا بشكل دائري يعني، اي فردة عادي. كده كده انا ايه بلم العجينة تاني وبطبقها زي الظرف زي ما انت شايفة كده. كل التطبيقات دي بتبان معايا في الاخر في التوريق، يعني ايه زي ما شفت في اول الفيديو كده توريقات كتيرة خالص جوه الرقاقة، مع ان شكلها ما يدلش ان هي فيها كل التوريقات دي كلها. بطبق بالطريقة دي كده. انا بعيد معاكي نفس الخطوات مرة واتنين وتلاتة علشان تعرفي الخطوات بالظبط. وزي ما بقولك يعني ايه مادة التوريق من جوه معلقة واقل من معلقة كمان، وهيطلع معانا التوريقات اللي انتوا شفتيها دي كلها، وان شاء الله تبقى مظبوطة معاكي. سهلة جدا. خلصت هنا كل الكمية، بمسح مسحة من الزيت وبركن العجينة ترتاح نص ساعة تاني، لحد ما ان انا ابصم العجينة زي ما شفت كده بصبعي زي كده، اختبرها ما لاقيش العجينة ترد معايا تاني، الاقي ان هي البصمة باينة كده كده، يبقى العجينة ارتاحت معايا وتمام خالص. شايفين بفرد برق العجينة على الاخر خالص زي ما انت شايفة كده. هنا معايا طاسة على نار عالية، مش عالية خالص يعني نار فوق المتوسط، وببتدي ايه اجلب معايا في الرقاقة من الجنبين على طول كده، ما بسيبهاش على جنب واحد لان هي ما بتاخدش دقيقة بالظبط، بتكون استوت معايا، بروح رافعاها بالشكل ده زي ما انت شايفة معايا كده. دقيقة شايفة بتشمع معايا على طول، ببتدي ايه اجلب معايا في العجينة، تبتدي دلوقتي تنتفخ معايا وتفرغ معايا كده، والطبقات بتاعتها تبتدي ايه تبان معايا. شايفة سهلة جدا، وطريقتها كمان على الطاسة، مش محتاجة منك فرن ولا اي تعقيدات خالص. هتطلع معاكي طريقة بالطريقة دي هتطلع معاكي نتيجة فوق الخيال. طعم كده يا سلام بقى، لو حتة جبنة قديمة كده ولا معلقة عسل كده ومعلقة الطحينة، يا سلام في حتة تانية خالص. شوية الرقاق دول او الفطير بصراحة الطعم حكاية. لو يوم كده طبعا محتارة تعملي ايه غدا، كلنا بيجي علينا الفترة دي انه بنبقى مكسلين ان احنا نقف ونعمل وصفات ونطبخ والكلام ده كله، مش عايزين كل التعقيدات والوش ده كله. ده في نص ساعة بالظبط هتلاقيها معاكي استوت وطلع معاكي النتيجة كده خيال وتغيير.
الناس يعني بيجي عليها فترة بتمل بقى من الطبيخ واللحوم بقى والدواجن والكلام ده كله، بنبقى عايزين كده حاجة ايه مختلفة، وفي نفس الوقت تكون سهلة ونقدر نعملها معانا وتطلع معانا سهلة كده، تطلع معانا ناجحة من أول مرة. فده بصراحة أسهل من الفطير وتعقيدات الفطير طبعا بيبقى محتاج منك مجهود أكبر من كده، وأطعم من الرقاق. حاجة كده فوق الخيال، فوق الوصف. ان شاء الله الطريقة دي تعجبكم، وبألف هنا على قلوبكم، وتسلم ايدك يا قمر قبل ما تعملي الوصفة كمان. ان شاء الله اكون قدرت ان انا افيدكم ولو بمعلومة واحدة. ولو عجبتك الوصفة متنسيش تشتركي في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.